ملعب العربي الزاولي اللي احتضن المباراة الاتحاد الرياضي البيضاوي والنادي المكناسي عرض اعمال شغب غير عاديه وبلغ عدد الموقوفين فيها ل 270 شخص. بحسب بلاغ الولايات امن الدار البيضاء قاموا بتخريب ممتلكات الناس والممتلكات العامه وتعنيف عناصر القوات العموميه وتهديد لسلامه المواطنين، وشفنا الخسائر اللي لحقوها بسيارات الناس وشاحنات الشرطه. للاسف في كل مره تحول متعه كره القدم في الملاعب المغربيه الكابوس كيأرق الجميع بسبب الشغب اللي تفشى في مجتمعنا بشكل خطير، وفي الوقت اللي كل اسره كتسنى واحد من ولادها يرجع من التيران ولات كتنقل بين جنبات المحاكم والسجون. مؤخرا شهدت الملاعب المغربيه موجة شغب غير مسبوقه ودعنا خلالها اخت لينا بشكل مأساوي ولا انساني تحول فيها المشهد من فرح المشجعين المتحمسين الى قرح بسبب اعمال الشغب اللي ارتفعت وتيرتها منذ بدايه الموسم الكروي الحالي. قصيرين ورشيدين انتهى بهم الامر داخل السجون بعد الماتشات، فيهم اللي دار علاش وفيهم اللي غير المقدم وجا في وجه المدفع، حتى بلا ما يعيق تحولت حياته للجحيم. كاين اللي خلى وراه قرايته خدمته اسرته وحتى والديه. هاد الناس كيشوهوا بصوره الجمهور المغربي اللي معروف عالميا بالتالق ديالو بجميع المحافل والبطولات، اللي كيخلق الفرصه في المدرجات من خلال التيفوات الرائعه. شباب عندهم قيم واخلاق كيوصلوا من خلالها رسائل للعالم. خاصنا كل جميع نديروا يد في يد ونحاربوا جميع اشكال الشغب اللي كتمس وكتشوه صوره المغاربه كبار وصغار. كلنا معنيين باش نساليو مع بحال هاد الظواهر اللي ما في صالح حتى شي واحد. وانتم خليو لنا في لي كومونتير شنو كتقترحوا باش نحدوا ولو شويه من ظاهره الشغب.